بسبب ان اهل الكتاب كانوا دايما يقولوا انه نبي اخر الزمان قرب ينزل، بعض الناس كانت بتتجمل بالعباده ويحاولوا يبينوا للناس دايما ان احنا اخلاقنا جميله واحنا كويسين. عارف لما تحس انه ايه، احنا هنطلع دلوقتي شهادات الاوائل، فكله يبدا يعدل نفسه كده في الكرسي ويستعد وكانه هو اللي هيتم اختياره. واحد من الناس دي كان ابو عامر الراهب. كان ابتدى يقول ان هو كانه هو مستني ومتوقع والكلام ده كله، ولكن لما تعرف انه سيدنا النبي هو من اختاره الله سبحانه وتعالى، تحول من ابو عامر الراهب اللي كان بيتعبد الى ابو عامر الفاسق، بسبب انه هو اللي كان حفر الحفرة لسيدنا النبي في غزوة من الغزوات، وقع واصيب وجهه الشريف وكان بيسيل دماء شديدة جدا. فيحضرني هنا ملاحظة كده بسيطة، انه انت ليه مستني، او ليه ساعات بنستنى انه انا اخد زي نيم تاج كده اللي هو خلاص انت مدير الشركة، واول ما اكون مدير الشركة هعمل بقى احسن حاجة عندي، ولو ما جاتليش الترقية خلاص انا مش هشتغل خالص. ما هو ده اللي ابو عامر عمله بالظبط. لما هو ما بقاش هو النبي اخر الزمان، انقلب وبقى فاسق، بقى من أسوأ الناس. طب ليه؟ ايه العلاقة؟ هو انت كنت عايز تبقى كويس عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الناس تقول عليك كويس، تاخد مكانة بقى والناس تشاور عليك وتقول ايه ده، الله برافو، ده بقى مشهور، ده بقى فظيع، ده بقى جميل، ايه ده النهارده ده سلم عليا انت كنت عايز كده ولا لله؟ فرق كبير ما بين القلبين.